السلام عليكم. النهاردة هنعمل حلويات جميلة جدا بمناسبة بقى السقعة اللي احنا فيها والشتاء اللي احنا فيه. فأكيد هيجي بالنا في حاجات تدفينا، حاجة تبقى جميلة وتطلع كده سخنة وتدفي جسمنا، يعني احساس حلو قوي. هنعمل النهاردة البطاطا بالبشاميل بكل طريقتها جميلة وسهلة جدا، وهتشوفوا الطريقة زي ما انتوا شايفين كده جميلة جدا. يلا عشان نعرف المقادير معانا والطريقة. زي ما انتم شايفين كده معايا كمية من البطاطا، مش هستخدمها كلها لان البطاطا بالبشاميل مش بتاخد كمية بطاطا كتير يعني. فانا هاخد كمية منها هعملها اسلقها من غير قشر عشان اعملها للبطاطا بالبشاميل، وكمية تانية هسلقها عادي اللي هي الاكل عادي اللي هي بالكراميل عادي او اللي هي بالسكر تتكرمل السكر معاها كده. دلوقتي بقى هنقشرها مع بعض. انا كنت غسلاها كويس جدا، غسلتها كويس جدا يعني وشلت منها اي طين زيادة. ولو لقينا مثلا حتة اللي هي مش مستحب يعني زي ما انتم شايفين كده بنشيلها وبنقشرها. هنقطع دلوقتي البطاطا اللي هي حلقات، تكون ولا سميكة قوي ولا رفيعة قوي، منها انها ما تاخدش مننا سوا كتير، وفي نفس الوقت اللي هي ايه تبقى سريعة برضو ما تاخدش مننا كتير يعني وما تطولش على النار. زي ما انتم شايفين كده انا هقطع بقية الكمية وارجع لكم عشان نختصر الوقت. دلوقتي بعد ما قطعتها خدت كمية هعملها اللي هعملها للبطاطا، ودي كمية تانية انا قلت لكم عليها ان انا مش هستخدمها في البطاطا كلها يعني. فعملت ايه، مقطعتها نفس الكلام بس ما شلتش طبقة القشر بتاعتها عشان تدنها متماسكة عشان تمسك نفسها يعني. وغلفت الحلة، بجيب اي حلة عندنا وغلفها بورق او ورق زبدة او اي حاجة، ويفضل يكون مبلول بالمية عشان اللي هو ايه زي ما بيقولوا كده نكمرها، او اللي هي نقفل عليها جامد اللي هي تستوي منها لنفسها باقل كمية مية. وحطيت طبقة بين البطاطا وبين كل طبقة والتانية. حطيت شوية سكر يعني معلقتين 3 سكر كده. بعد ما خلصت الكمية اللي معايا كلها نفس الكلام زي ما عملت في أرضية الحلة هنعمل في السطح من فوق. وهنجيب نفس الكلام ورق بقى يكون اللي هو مش مكتوب فيه اللي هي تمشيه تحت المية كده منه عشان يبقى مندي. كده احنا عملنا الورق وكمرنا زي ما بيقولوا كمرناها يعني. هنحط بقى ايه كوباية مية بس، مش هنحتاج اكتر من كده، بس كوباية مية تكون مليانة حلوة يعني، مش تحطي اكتر من كده مية. ونغطيها بقى ونسيبها براحتها تغلي، وبعد كده نهدي عليها النار شوية. تمام. زي ما انتم شايفين كده دي الكمية التانية اللي انا هعملها للبشاميل. الكمية دي انا قطعتها وشلت القشر اللي على الغلاف بتاعها او اللي هي القشرة الخارجية اللي هي زي كنت سايباها التانية هناك عشان تدنها ماسكة، انما هنا انا شلتها عشان ايه انا ههرسها. فانا محتاجة انها تكون دايبة خالص ومهرية خالص لان عشان تسهل معايا الهرس يعني وانها تتهرس معايا كويس. حطينا بقى دلوقتي 4 معالق سكر، مش هحتاج اكتر من كده لان كده كده في طبقة بشاميل كمان، مش عايزين نبقى الموضوع جازع يعني. دلوقتي هنبتدي نعمل البشاميل. هنحط دلوقتي الزبدة. هنحط 4 مكعبات زبدة او 5 6. حطينا 6 معالق زبدة، يعتبر المكعب بمقام يعني معلقة. تمام. حطينا 6 مكعبات زبدة. وما نسيبش الزبدة على النار او يعني يفضل كمان احنا نهدي النار شوية عشان ما تتحرقش مننا لان الزبدة بتتحرق بسرعة. فنهدي على النار لحد ما ايه نحط الدقيق. هنحط نفس معيار الزبدة نفس معيار الدقيق، بس انا الدقيق خني شوية فهنزود مكعب زبدة كمان عادي. يعني انا حطيت في الاول 3 معالق، بعد كده هزود 3 معالق تانيين بس عشان انا المعلقة كنت ملياها شويتين يعني فايه فكتل معايا، فهنزود لهم مكعبين زبدة كمان منها اللي ايه تلين الموضوع معانا تخلي البشاميل يعني او تخلي الدقيق يتحمص براحته يعني ما يكلكعش كده. يفضل ان هو ما يكلكعش لما تيجي تعملي البشاميل. الدقيق بيكون سايح في المادة الدهنية.
زي ما انتوا شايفين كده، هو ده اللي انا قصدي عليه. المادة الدهنية بيكون الدقيق سايح فيها كده عشان يستوي براحته، ما يكلكعش منك وانتي بتضيفي اللبن. حطينا دلوقتي، هقلبه وهنحط كمية اللبن كلها. هنحط بقى كمية اللبن كلها كده مرة واحدة عشان برضو ما يلحقش يكلكع منك. هتضيفيه مرة واحدة، اللي هي هتضيفيه حبة حبة، ممكن يعني يكلكع منك، فايه اللي هي نتفادى حتة الكلكعة دي ونصبه مرة واحدة. ويفضل يكون دافي كمان، او عادي ممكن تستخدميه ساقع بس مش ساقع قوي يعني. تمام. زي ما انتم شايفين كده، قلبنا باستمرار عشان ايه؟ ما يلحقش ان هو يكلكع مننا يعني. تمام. بعد ما قلبناه، ضفت معلقتين 3 معالق سكر. انا مش عايزه البشاميل يكون مسكر قوي، لان انا عايزاه يعتبر زي الطعم الكريمي كده، فالطعم الكريمي مبقاش اللي هو فيه طعم السكر زياده. فانا عايزاه ايه؟ اللي هو كده. تمام. نختبر ازاي ان البشاميل نجح معانا. هنحط معلقه كده او على كبش او على اي حاجه، ونمرر صباعنا كده ما بينها. لو الخط لم يبقى كده لسه ما استويش. طب لو ما لمش يبقى كده تمام معانا وزي الفل، مش محتاج سوا تاني على النار. تمام. واحنا كمان بالنسبه للبشاميل، احنا مش عايزينه خفيف ولا تقيل قوي، احنا عايزينه في المتوسط كده، اللي هو عشان يمسك نفسه كويس جدا معانا. كده كده كمان هيغلي في الفرن شويه، فاحنا عايزينه ايه؟ يكون مايل اللي هو يكون تقيل شويه، وما يكونش خفيف قوي عشان يمسك معانا على طول. تمام. حطيت كمان كيس فانيليا، بس الفانيليا بحطهاش الا لما بكون خلصت خالص وقفلت على النار عشان ما تمررش. تمام. زي ما انتم شايفين كده، بعد لكم الاختبار تاني لما نكون عايزين نختبر ان البشاميل تمام معانا. بس كده تمام. زي ما انتم شايفين كان كريمي وجميل جدا. دلوقتي فتحت على البطاطا. زي ما انتم شايفين كده دايبه خالص، مش متحمله حتى ان انا احط عليها اي حاجه. هو ده اللي انا عايزاه. عايزه الدرجه اللي انا اوصل لها ان هي تبقى ايه؟ تبقى دايبه خالص كده، عشان لما اجي اهرسها ما تتعبنيش في الهرس، ولا تكون جامده يعني وكده. انما بالنسبه للتانية، انا محتاجاها انها تكون ماسكه نفسها عشان ما تتهريش مني. انا عايزاها هنا دي مهريه والتانية مش مهريه، عشان كده سبت الغلاف بتاعها. بعد ما خلصناها بقى وصفيتها، هرستها. حطيتها في الصينيه، هرست على طول في الصينيه، لان ايه برضو اللي هي ايه، مره واحده على طول، ما نستخدمش ادوات كتيره يعني. بنهرسها، هي مش محتاجه اصلا هراسه ولا اي حاجه، بس برضو لو عايز تهرسيها بالراسه يبقى ايه، افضل بكتير. هي اتهرست اصلا مش محتاجه. بعد ما خلصنا، دي خطوه اضافيه، حابه تحطيها تمام، مش حابه تحطيها برضو اللي يريحك. والبطاطا هي لسه سخنه يعتبر البطاطا وانا بهرسها، فهضيف عليها 3 مكعبات زبده. دي طعم مش اكتر، انما هي ممكن اللي هي تستغني عنها عادي. زي ما انتم شايفين كده، ده القوام اللي انا عايزه اوصل له. مش عايزه الطبقه كمان سميكه عشان ما تطلعش اللي هي كبيره قوي كده وتلكم، لان هي بتبقى تقيله اصلا في الاصل. زي ما انتم شايفين كده، انا لقيت كميه البطاطا كتيره شويه على الطبقه اللي انا عايزاها، فرحت شايله المعلقتين دول اللي هما ايه زياده. تمام. هنفرد بقى البطاطا كويس جدا، او بيوريه البطاطا كويس جدا في الصينيه، عشان ايه؟ نحط عليه طبقه البشاميل دلوقتي. زي ما انتم شايفين ما شاء الله كريمي جدا. اول ما نيجي قبل ما نحطه نقلبه، عشان بيكون طبقه كده على الوش. زي ما انتم شايفين هي حته بانت منها اهي، فنقلبه عشان الطبقه دي ما تنزلش معانا وتبوظ لنا شكل الصينيه. دلوقتي هننزل بالكميه بتاعتنا. ما شاء الله جميل جدا وكريمي جدا. هو ده السمك اللي انا عايزه اوصل له، مش عايزاه يكون تقيل قوي ولا خفيف قوي، عايزاه اللي هو تحس ان هو كريمه كده، عشان يمسك معانا بسرعة، ما ياخدش معانا وقت في الفرن. وغير كده لما تيجي يبرد، تلاقي الطبقة بتاعة البشاميل ماسكة نفسها، مش لما تيجي تقطعها تلاقي سايحة خالص كده وبتوقع منك من كل حتة. دلوقتي زي ما انتم شايفين كده، فضيت كل الكمية اللي معايا. انا كنت حاطة كيلو لبن بالنسبة لكمية البشاميل. تمام. دي كمية الكيلو. ما شاء الله اللهم بارك، جميلة جدا. هدخلها دلوقتي في الفرن على درجة حرارة 180 عادي. بس مش هنطول عليها يعني، هشغل من فوق ومن تحت، وهشغل الشواية اهم حاجة عشان تاخد وش وتتحمر معايا، واول ما تطلع هوريها لكم. بالنسبة للبطاطا اللي انا قلتها لكم ان هي اللي كانت اللي هي زي ما كنا بنكمرها او كده، دي شكلها ده اللي بقول عليه.
السكر بيتكرمل فبيعمل صوص جميل كده. دي بالنسبة للشوي، بدل ما نشوي البطاطا ونحط بقى في الفرن ساعات، متاخدش وقت معانا خالص، تبقى دايبة جدا وابدا ان هي ايه بتبقى جميلة وطرية زي ما انتم شايفين كده. دي اسهل كتير، غير كده كمان بنسلقها ونعومها في مية كتير. زي ما انتم شايفين كده طلعتها من الفرن دلوقتي، الوش ماسك نفسه. هو ده اللي انا عايزاه، عشان لما اجي نقطعها بعد كده نلاقي القطعة بقطعتها. تمام. هنسيبها بقى تبرد شوية وبعد كده ندخلها في التلاجة. دلوقتي بعد ما دخلت التلاجة ما كملتش اصلا حتى نص ساعة، لان كده كده الجو برد، فهي بردت بسرعة. انا دلوقتي هقطعها واطلع قطعة قدامكم عشان نشوف السمك بتاعها عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا وكريمية جدا، وطبقة البشاميل ماسكة نفسها. هي دايما اول قطعة بتبقى بايظة اصلا، فطبيعي عادي. زي ما انتم شايفين كده القطعة ماسكة نفسها، حتى ما اتهرتش مني ولا وقعت ولا اي حاجة. حتى بالرغم من القطعة مش طالعة سليمة، بس ما شاء الله حتى القطعة اللي طالعة ماسكة نفسها ومتماسكة، ومش مش مفرفطة ولا حاجة. حتى طبقة البطاطا ماسكة نفسها وكريمية، مش جامدة اللي هي تحس انها مصلبة، لا خالص، جميلة جدا. دي اسهل حاجة بقى نعملها كحلو، كده كده البطاطا متوفرة في السوق كتير، فهاتيها. واختلاف برضو من البطاطا اللي هي المشوية، نعمل حاجة تجديد لولادنا، وكمان مفيدة جدا وفيها قيمة غذائية كبيرة جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وتحطوا لي لايك. والسلام عليكم.